ناس كتير كانت بتسأل قبل كده هو ليه برق بنزين ما كانش بيطور نفسه في سلسلة أفلام كارز أو على الأقل خالص كده يعني في آخر جزء علشان خاطر يقدر يهزم جاكسون ستورم. خليني أقول لك إن الفكرة شكلها بسيط، ولكن الحقيقة الموضوع أعقد بكتير مما الناس متخيلاه، ويمكن أصلا ما كانش محتاج يعمل كده من الأساس، بس هرجع للنقطة دي بعدين في الفيديو. دلوقتي هنتكلم عن شوية نقط مختلفة ونحاول نجاوب على أشهر الأسئلة. ايه الحاجات اللي برق بنزين فعلا يقدر يعملها وايه اللي ما كانش يقدر يعمله بشكل منطقي؟ واول حاجه هنبدا بيها هي مقارنه الارقام والاحصائيات بين برق بنزين وكمان جاكسون ستورم. احنا عارفين ارقام جاكسون ستورم بشكل واضح. المحرك بتاع قوته حوالي 850 حصان وسرعته القصوى بتوصل تقريبا ل 214 ميل في الساعه، وهو اساسا بيمثل جيل العربيات الجديد نيكس جين اللي اتصممت علشان خاطر تكون الافضل والاسرع في السباقات. ولكن لما نيجي لبرق بنزين الموضوع شوية معقد. المعلومات هنا المنتشرة بتقول إن محرك V8 بتاعه قوته بتوصل حوالي 750 حصان وسرعته القصوى حوالي 200 ميل في الساعة. بس بصراحة الكلام ده شكله تبسيط زيادة عن اللزوم، لأن في الجزء الثالث شفنا برق بنزين وهو بيوصل لسرعة 196 ميل في الساعة، وده على مدمرة ربع قصير في نجع ريدوتير. وفوق كده كمان في الوقت ده كان أصلا بيتقال عليه إنه بقى قديم في عالم السباقات. فلو قدر يوصل تقريبا ل 200 ميل في الساعة في الظروف دي، يبقى منطقي ان سرعته الحقيقية تكون اعلى من كده بكتير. وفي كمان في مشهد محذوف من كارز 2 كان ظاهر فيه ان السرعة القصوى لبرق بنزين 198 ميل في الساعة، وده قريب جدا من اللي شفناه في الجزء الثالث. ولكن هنا بقى في نفس الوقت سرعة فرانشيسكو القصوى كانت 220 ميل في الساعة، ومع ذلك برق بنزين كان ماشي جنبه في السباق يعتبر كده عجلة بعجلة. فده بيخليني اعتقد ان سرعته ممكن تكون قريبه من الرقم ده برضه. ولو دخلنا بقى اعمق شويه في اللعبه بتاع الكارز لما يكون بنفسه بيقول تحب تشوف شكل ال 900 حصان بيبقى عامل ازاي، وبصراحه الرقم الاعلى ده منطقي خصوصا لما نفتكر اداء برق بنزين في الجزء الاول من السلسله. هو كان بيتخطى المتسابقين القدام كانهم واقفين مكانهم وبالنسبه له ولا حاجه، وطريقه انطلاقه بعد اعاده السباق بسبب سياره الامان كانت سريعه بشكل جنوني. وغير كده كمان فاكرين اللحظة اللي قدر فيها يرجع اللفة اللي خسرها في السباق النهائي؟ الحركة دي لوحدها كانت دليل قد ايه سرعته وتسارعه كانوا فعلا مرعبين. بس خلينا نقول حتى لو الكلام ده صحيح، لما نوصل لأحداث الجزء الثالث بنزيني هنا خلاص بقى كبير في السن بالنسبة للسباقات، فخلينا نفترض ان اداؤه ما بقاش زي زمان. هنا بيجي بقى سؤال منطقي، ليه ماكوين او برق بنزين ما يغيرش المحرك بتاعه خلاص على كده؟ نظريا ممكن فعلا يعمل حاجة زي دي، ولكن في حال الموضوع مش سهل خالص. اول حاجة كده لو طبقنا قوانين السباقات الحقيقية، حاجة زي تغيير المحرك بالكامل مش هتكون مسموحة اصلا. يعني غالبا كان هيكون مضطر يكمل بنفس المحرك اللي هو V8 القديم بتاعه، لكن حتى لو التعديلات كانت مسموحة الموضوع برضه مش هيكون بسيط. طيب ليه بقى؟ لأن في عالم كارز العربيات مش مجرد ماكينات عادية، دي عندها حاجة شبه الأعضاء الداخلية زي البشر، وده وضحته لك برضه في فيديو هنا على القناة قبل كده. وده معناه إن كل الأجزاء الميكانيكية ومنها المحرك مرتبطة بالنظام الداخلي بتاع العربية. فلو فكرت تغير حاجة كبيرة زي المحرك بالكامل الموضوع مش هيبقى مجرد تصليح عادي، مش زي مثلا ان انت بتودع عربية الميكانيكي يخلص اللي هو هيخلصه وخلاص على كده. في الحالة دي احنا تقريبا بنتكلم عن عملية جراحية اكتر من مجرد شغل ميكانيكي. اللي ممكن يتعمل فعلا هو تطوير المحرك الحالي بدل ما يتغير بالكامل، والحاجة دي شفناها قبل كده في عالم الفيلم، زي مثلا لما داستت عملوا تطوير في فيلم بلانز، او لما دوك هيدسون صلح نفسه بعد الحادثه العنيفه اللي حصلت بيه سنه 1954. ايوه الموضوع ده رسمي في القصه. يعني باختصار التطوير والاصلاحات الداخليه موجوده في عالم كارز، لكن غالبا قوانين سباق البستون كاب ما كانتش هتسمح بتعديلات كبيره زي دي. ودلوقتي في سؤال تاني ناس قليله بتساله، هو ليه برق بنزين ما شالش الكشافات الحقيقيه اللي ركبها في كارز 2؟ لو مش متابع عالم السباقات قوي فلازم تعرف ان كل كيلو فعلا بيفرق. لو افترضنا ان وزن الكشاف الواحد من حوالي 3 ل 5 كيلو، فده معناه وزن زيادة على العربية حتى لو الرقم ده مش كبير. غير كده الكشافات الحقيقة بتعمل مقاومة هواء بسيطة مقارنة بالاستيكرات اللي كانت مرسومة زمان. الاستيكرات كانت يعتبر كده ناعمة ومندمجة في جسم السيارة، فكانت أفضل شوية في الانسيابية. لكن في الحقيقة حتى مع كل ده الفرق اللي هيعملوه مش هيكون كبير أوي في الأداء. الزيادة في الوزن من الكشافات بسيطة جدا وتأثيرها على مقاومة الهواء صغيرة أوي مقارنة بالفرق الكبير في الأداء بين برق بنزين وكمان جاكسون ستورم. يعني حتى لو برق بنزين شال الكشافات دي برضه كان هيخسر قدام جاكسون ستورم. طيب سؤال تاني ممكن برضه حد يسأله، ليه برق بنزين ما استخدمش الجناح اللي كان عنده في كارز 2؟
بالنسبة لناس كتير بتحب السباقات، السؤال ده ممكن يبان غريب شوية، لكن لازم أوضح ليه الفكرة دي في الحقيقة مش هتنفع خالص. أول حاجة كده، باري بنزين هو غير الجناح في كارز 2 لسبب واحد فقط، لأنه كان بيسابق في شوارع المدينة والطرق دي بيكون فيها لفات حادة كتير. فالنوع ده من الحلبات العربيات بتحتاج فيه ضغط سفلي أكبر، وباري بنزين ما كانش يقدر يحقق ده بالجناح العادي بتاعه. ولو مش عارف بقى يعني ايه داون فورس، ببساطة كده يعتبر قوة بتضغط العربية لتحت ناحية الأرض، وده بيخلي الكاوتش يمسك في الطريق أكتر. يعني باختصار، كل ما الضغط السفلي يزيد العربية تقدر تاخد الملفات أسرع، وده بيخلينا نسأل سؤال غريب شوية، إزاي باري بنزين قدر يكسب فرانشيسكو أصلا؟ لأن فرانشيسكو أساسا ملك الضغط السفلي. لكن واضح إن باري بنزين ما كانش فارق معاه قوانين الفيزياء خالص، وعشان كده هو فعلا أسطورة. بس هنا بقى النقطة المهمة، سباقات هنا البيستون كاب أغلبها بيكون على حلبات بيضاوية، وفي النوع ده من الحلبات السرعة القصوى أهم بكتير من سرعة الملفات. فلو بنزين بقى استخدم الجناح اللي فيه ضغط سفلي عالي زي بتاع كارز 2، ده هيعمل مقاومة هواء أكبر ويقلل سرعته في الخطوط المستقيمة. وده معناه إن فرصته في إنه يلحق بجاكسون ستورم كانت هتبقى أصعب كمان. والغريب إن تجربة شبه كده حصلت فعلا في سباقات حقيقية، لما عملوا عربية تسمى كار اوف تومورو وكان فيها جناح ضغط سفلي عالي، لكن في النهاية اتضح إن العربيات دي ما كانتش أسرع من التصميمات القديمة. وده بيثبت إن زيادة الضغط السفلي مش دايما الحل المناسب لكل حلبة. دلوقتي بقى ممكن حد يسأل، طب ليه عربيات الجيل الجديد زي جاكسون ستورم شكلها كده وفيها الحاجات دي؟ فخلينا أكون صريح معاك، السبب الحقيقي بسيط جدا. شركة بيكسر كانت عاوزة تبين إن الجيل الجديد من العربيات متطور جدا وشكله حديث، لأن لو كانوا عملوه بشكل واقعي أكتر كان جاكسون ستورم هيبقى شبه كده ببرق بنزين. وبص مثلا على العربيات في الحقيقة في سنة 2017 اللي تقريبا نفس الفترة اللي بيحصل فيها كارز 3، العربيات شكلها كان شبه بعض جدا. ولكن في حاجة غريبة اتكلم عنها ناس من فترة قريبة. واحد هنا من فريق سباقات حقيقي وهو مهندس متخصص في الديناميكا الهوائية اكتشف حاجة مثيرة. اللي اكتشفوه هنا ان برق بنزين في بعض الحالات كان بيولد ضغط سفلي اكتر من جاكسون ستورم، وده كان حاصل في اغلب الوقت تقريبا. فنقدر فعلا ناكد ان برق بنزين طول الوقت كان بيولد ضغط سفلي اكتر من جاكسون ستورم. يعني لو كان في سباقات اكتر على حلبات الطرق العاديه مش البيضاويه، لان بالمناسبه سواقين العربيات الحقيقيه مش بيلفوا شمال فقط، ساعتها كان ممكن برق بنزين يكون عنده افضليه على ستور. لكن في المقابل في نقطه تانية مهمه، الباحثين لقوا ان جاكسون ستورم عنده مقاومه هواء اقل بكتير، وطبعا ده بيديله ميزه كبيره جدا على الحلبات البيضاويه خصوصا في الخطوط المستقيمه. واللي على سبيل المثال معامل مقاومه الهواء عند جاكسون ستورم كانت حوالي 406، ولكن عند بري بنزين كانت 613. وده بيفسر ليه جاكسون ستورم كان بيكسب السباقات بسهوله ومن غير ما يتعب كمان. دلوقتي بقى نخش على الجزء اللي هو المفضل عندي وفي نفس الوقت اكتر حاجه مضايقاني. الحقيقه بري بنزين كان يقدر يكسب جاكسون ستورم فعلا ومن غير اي تعديلات، والاغرب من كده انه كسب فعلا، بس احنا ما شفناش اللحظه دي في الفيلم. معظم احداث كارز 3 كانت بتدور حوالين ان برق بنزين يتدرب علشان يبقى اسرع او بالاصح اذكى في السباق. ولما سموك ورى برق بنزين الطريقه اللي دوك هيدسون كان بيهزم بيها المتسابقين الاسرع منه، دي كانت بالظبط الحركه اللي كان محتاجها علشان خاطر يهزم بيها جاكسون ستورم. الحركة دي تسمى درافتنج، ودي من أهم التقنيات في عالم السباقات. ببساطة العربية بتمشي ورا عربية تانية قريب جدا علشان خاطر تقلل مقاومة الهواء، وبعد كده تطلع فجأة وتعديها بسرعة. والحقيقة إن باري بنزين ما كانش محتاج يستخدم الحركة دي طول مسيرته، وده دليل على إنه كان أسرع بكتير من باقي المنافسين وقتها. ولو تفتكر كمان ذا كينج في الجزء الاول، مع انه كان اقدم عربيه في السباق لكنه كان برضه بيكسب اغلب السباقات حتى بعد ما برق بنزين ظهر، واللي بصراحه كان يعتبر جاكسون ستورم بتاع جيله. وكمان خد بالك من حاجه حصلت في بدايه الفيلم، باري بنزين كان بيعدي عربيات من نفس جيله كانهم واقفين مكانهم، وفي الحقيقه بيكسر كانت ناويه في البدايه تحط نهايه مختلفه للفيلم ده، والنهايه دي كان المفروض فيها ان باري بنزين بيستخدم الحركه دي على جاكسون ستورم وبعدين يعديه قبل خط النهايه بلحظات. ولكن للاسف المشهد ده اتشال في اخر لحظه، ورغم ان اغلب السباق كان مليان متسابقين جدد، باري بنزين كان برضه اسرع منهم كلهم تقريبا، وده خلاه تاني اسرع عربيه في السباق. وبفضل شغل الانيميشن الممتاز نقدر نتخيل شكل اللحظه دي كانت تبقى عامله ازاي. في النهاية ممكن يكون باري بنزين مش أسرع من جاكسون ستورم، وحتى كمان سموكي قال إنه غالبا مش هيبقى أسرع منه أبدا، لكن ده ما يفرقش، لأن الحقيقة إن باري بنزين كان يقدر يهزم جاكسون ستورم في السباق. وبصراحة دي كانت هتبقى أفضل نهاية ممكنة للفيلم، لكن واضح إننا عارفين ليه النهاية اتغيرت. تم التركيز بدل من كده على شخصية كروز راميرز كبطلة جديدة، مش إني مثلا كاره كروز، ولكن أنا شايف إن التغيير ده ما كانش ضروري قوي. فبس كده أعتقد إن أنا جاوبت لك على أسئلة كتيرة ممكن تكون كانت بتدور في بالك. كالعادة طبعا هستنى رأيك في الكومنتات، ولو أنت أول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني، وأشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.